صباحو صباحو، الله يسعد أوقاتكم بكل خير يا رب. كل مرة بصبح عليكم من البيت، هالمرة حبيت صبح عليكم من برات البيت. نزلت بعد ما وصلت الأولاد على المدرسة، حبيت هيك أعمل جولة تسوق محلات الكنادر، بما إنه خلص رأس السنة فهلا عاملين تخفيضات كتير، فحبيت شوف الجزمات. قلت يعني بشتري جزمة إذا كانوا منزلين موديلات حلوة. هلأ مثل ما شايفين عاملين هيك 50% على بعض الموديلات، بس الجزمات هي نفسها موديلات هديك السنة، يعني ما منزلين شي جديد. عم شوفهم كلياتهم من نفس الكعب هاد ونفس حتى الموديل من قدام، بس شي جلد لميع وشي جلد ناشف. هلأ لاحظت هدول كمان الجلد النمر والبوز من قدام والكعب الرفيع كانوا من زمان يعني دارجين وبطلوا راجعين هلأ، يعني عم ينزلوا منهم كمان، والعالم عم ترجع تشتري هيك شغلات. هلا عم شوف هيك نفس موديلات هديك السنة. من هون اشتريت كمان جزمة، فطلعت يعني لقيت انه ما في شي هيك يعني شي جديد انه يلفت النظر. فوالله هيك اتفرجت على الكنادر شوي وشفت الجزاتين حاطين انه لل75% في عليهم تنزيلات، بس اسعارهم كلها بتتراوح بين 30 و35 يورو يعني. وحتى الجزادين نفس الشي، ما بتحسوا في شي بيلفت النظر انه الواحد ياخده. هلا شفتن هيك كلياتهم يعني هي سلايس صايرة كمان. حبيت هون شوف الجزمات الطويلة يلي ساقن عالي، يعني كمان أسعارهم بال100 يورو، اللي عليها تنزيلات واصل سعرها تقريبا لل40-50 يورو، يعني الأسعار بتتراوح بين 40 لل100 يورو. هلا في هاي الكعبة عالي هيك كتير حق 50 يورو، وفي اللي كعبا أقصر يعني عم تكون أسعارهم بال50، يعني من 40 ل90 يورو إذا بتكون ساقة يكون عالي. وهاي كمان هيك الجهة التانية من الجزازين. وهون شنات السفر، بس ما منزلين تشكيلة كبيرة، كانوا بالصيف ينزلوا تشكيلة أكبر من هيك بكتير. هلأ بالشتي ما كتير منزلين تشكيلة شنات سفر، يعني الواحد بينزل هيك على السوق بيتسلى وبغير شكل. ما في هون سلايتنا بألمانيا هي نزلت المولات والأسواق. شفت كمان هون في جزاتين تبعت السهرة، يعني هيك لفت نظري انه الوانهم مش قد هيك عم تبرق، ما احلاها، ما احلى اللون الفضي هيك كتير حلو. فهيك والله تسوقت شوي وبعدين رجعت على البيت. هون عملت معجنات السبانخ بعجينة كتير هشة ولذيذة، فرجيتكم طريقة العجينة بالتفصيل قبل، وهلأ رح أعيدها مرة تانية، والحشوة كمان رح نعملها مع بعض. يعني كانت كمان من أسهل الأكلات يعني اللي خطرت لي إني أعملها بعد التسوق. فخليكن معي لآخر الفيديو لنبلش مع بعض. بدنا هون كاسة من الحليب الدافئ وكاسة مي، يعني كاستين من السوائل اثنيناتهم دافين. هلا هون عندي الخميرة، يعني بيقولوا لها الحية، هاي عجينة الخميرة رح أحط نص مكعب. نص المكعب هو 20 جرام تقريبا، لكل كيلو طحين بياخد نص مكعب. هلا رح أحط 3 معالق من السكر وأدوب الخميرة والسكر مع بعض، رح أحركن هيك منيح ودوبن مع بعض. هلأ رح أتركها شوي على جنب لحتى تختمر ونشوف هيك طالعة الفقاعات لحتى نتأكد إنه الخميرة شغالة. رح أحط هون كاستين من الطحين، كاستين كبار، يعني هلا هي كمية الطحين كلياتها 5 كاسات كبار من الطحين، فهني بيطلعوا كيلو طحين كامل. رح أحركن كمان مع بعض هيك واتركن على جنب هيك لحتى يدوب الطحين مزبوط. هاي الطريقة بتخمر العجينة أسرع، يعني مثل عجينة ال10 دقايق وهيك، هاي الطريقة بتخمرها أسرع، بس أنا ما بتركها كتير يعني تتخمر بهالمرحلة، بتركها بس شوي لبين ما طالع باقي الطحين وزين وهيك، بعدين بحطهم فوقن فورا. هلا رح نعمل الحشوة. أول شي بدي هون بصلة مفرومة هيك ناعم، ناعمة قدر الإمكان مشان بقلب المعجنات ما تفرفت. رح أبلش هيك فورا
وأحمسها. حط المقلي. هلأ شغلنا رح يكون تقريبا كلياته بزيت الزيتون. رح أحمل زيت ورح أجيب السبانخ. هلأ السبانخ هو متلج، مطالعته أنا من التلاجة لفاكك على آخر التلج، وحتى إني مصفيته من المي. هلأ رح أحمس البصلة وبحطها فوق السبانخ، بنخليها بس تدبل شوي، ما بنحمرها كتير يعني. رح أحطها هيك، وهذا زيت الزيتون بس اللي بدنا نحطه فوق التبلة. سبانخ وبنحط البصل. رح أحط سمان، رح نحط الملح على حسب الرغبة يعني شو بدنا. نحط معلقة دبس فليفلة، بنحط الرمان المفروض، ورح نحط دبس الرمان هيك، ومندوق الحمض نحنا ومنظبطه على كيفنا. ما بنحط أكتر من هيك سوائل، وإذا حسيناها إنه فيها سوائل بنحاول نصفيها قدر الإمكان، منشان وقت نطبقها بقلب المعجنات ما يفرط معنا وتفتح. نحركها هيك. هلا إذا كان السبانخ أخضر بنحاول نفرك السبانخ بالملح لحتى نطالع منه كل شي مي، ومندبله شوي. رح أفرفضن هيك شوي بإيدي، لأنه هني بيكونوا متلجات على شكل دوائر، يعني عاملين قوالب دوائر ومتلجينهم. فحاولت فكفك أنا هيك شو بقولون الورق تبعت السبانخ عن بعضه، هيك صار جاهزة. كبستن شوي هيك مشان إذا كان في شوية مي يبينوا عليه مشان صفيهم. هلأ بنكفي باقي العجين. رح نحط 3 كاسات الطحين البقيانات هيك، هي 3. رح نحط ظرف الباكنج باودر ومعلقتين اللبن لحتى يطروا العجينة، ونص كاسة زيت. هلأ بنعجنهم منيح، وإذا حسيناها ناقصة زيت بنحط لها كمان شوي، ما بيأثر. حركها شوي بالمعلقة قبل ما بلش أعجنها مشان ما تلزق بإيدي هيك. ونبلش عجنة. كل ما عجنتوها أكتر كل ما بتصير أحسن وأطرى. بس عن جد هاي العجينة بتجنن وعياراتها على المظبوط. رح أحط لها زيت، اتركها تتخمر. كتير كتير طرية مثل العلكة من كتر ما أنا طرية، ولا حتى بتلزق. شوفوا ما أحلاها. رح أتركها هلأ تختمر لحتى يتضاعف حجمها هيك، وسكر عليها منشان ما ينشف الوجه. شوفوا ما أحلى لون السبانخ طالع مع الرمان، كتير حلو. رح أبلش هلأ نحشي المعجنات. هلأ الطريقة هي الأساسية والتقليدية نفسها تبعت معجنات السبانخ، إنه نعملهم مثلثات أو على شكل مربعات. هلأ رح أحاول أقسم العجينة لدوائر بتكون قد بعضها أول إشي، بعدين بلش نحشيهم كلياتهم. العجينة كتير سهلة بالشغل والله، وما عذبت أبدا، لأني ريحتها منيح فصارت ما عاد ترجع نحن وعم نمدها. يعني خلاص حتى إذا بدكم تمدوها بإيدكم كتير منيح، ولا عاد تلزق وما أحلاها. رح أعملها هاي هيك على شكل مربعات، وراح أعمل الباقي على شكل مثلثات، يعني هيك تغير شكل، بس إنه راح أعمل هالشكلين. راح أعمل كلياتهم بنفس الطريقة. هلأ عملت قدامكم هاي المربعات هيك، راح أعمل هلأ على شكل مثلثات. هلأ الأولاد كتير بحبوها يعني، وبنفس الوقت هي أكلة صحية، فالمعجنات كتير سهل إن ياكلوها. حتى ببعت معاهم على المدرسة منها، يعني تاني نهار بعت منها للمدرسة للروضة، أحسن ما إنه لفلون شغلات لقيتها جاهزة. هي أكلة صحية بنفس الوقت. صرت هون أقطعها بغطا الإبرة لحتى تطلع معايا على قد نفس، يعني كلياتهم قد بعض بالضبط. وقت كنت عم عيرهم بإيدي حس وحدة عم تطلع أكبر من وحدة، بهالطريقة عم يطلعوا قد بعضهم على الضبط. هلأ خلصت معي الكمية وحميت الفرن منيح، بقي بس إني أدهن وجههم بالبيض.
حجيب بيضة وادهن الوجه كلياته منشان يلمع هيك، وبياخده لون كتير حلو، يعني لمعة ولون حلو كتير. وهاي هي النتيجة، معجنات إسفنجية وبتجنن، وطعم الحشوة غرام كتير طلع طيب وحامضة، يعني هيك الطعمة عن جد بتجنن. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتحطوا لي إعجاب وتكتبوا لي تعليق حلو مثلكم مشان أعرف منين عم تتابعوني. يلا سلام.